ايه اللي حصل النهارده؟ اللي حصل حضرتك ان احنا داخل عشان نقطع المرافقه. الناس اللي بتبات بعد الساعه 8 بنقطع مرافقه للناس. فقلنا لهم يعني ايه نقطع مرافقه؟ مرافقه حضرتك اللي بيبات مع مريض بيدفع 12 جنيه. تقطع التذكره بتاعت المرافق. ايوه اللي بيبات. تمام. فهو قال لي المريض ليه كام واحد من حقه كام واحد يبات؟ واحد حضرتك مع يعني حاله راجل يبقى راجل يبات معاه، لو ست في ست بتبات معاها برضه بفلوس، مفيش حاله مجانا. لا هي حضرتك المرافقه ب 12 جنيه. 12 جنيه تمام. المرافقه اللي بيبات مع مريض كام واحد؟ واحد بس مع المريض و12 جنيه. و12 جنيه تمام. ايه اللي حصل بقى؟ فهو قال لي لا انا مش هقطع. قلت له طب ازاي؟ مين ده اللي قال لك لا مش هقطع؟ الحاله كانت امين شرطه فوق حضرتك. والمريض ايه؟ والمريض تبع هيئه الشرطه تقريبا برضه. يعني امين شرطه برضه؟ غالبا انا ما اعرفش المريض. يعني واحد امين شرطه الشرطه مريض؟ هو تقريبا امين شرطه اللي عامل العمليه؟ ايوه. والمرافق اللي عايز يبات معاه امين شرطه. فقال لا انا مش هدفع وهات لي المدير. طب هو تبع ايه امين الشرطه ده؟ انا ما اعرفش. عايز يبات مع المريض بتاعه. اللي عايز يبات. انا سالت، عايز اقول له، سالت ياسر بيحي فناوي، قال لي ان هو تبع مركز ضاحي مش تبع اسم ثالث. انا ما اعرفش والله حضرتك هو تبع اسم ايه او تبع مركز ايه. تمام. ايه اللي حصل بقى؟ فقلت له على المرافقه، فقال لي لا انا مش دافع مرافقه. واتصل لي بالمدير. فاتصلت بالاستاذ فؤاد وجبته وهو يكمل لحضرتك بس. الاستاذ فؤاد هو المدير، هو يكمل حضرتك. الاستاذ فؤاد؟ ايوه. ايه اللي حصل حضرتك؟ اللي حصل ان هم افراد الامن موعدنا لغايه الساعه 8 نهايه الزياره. دخلوا طلعوا الزياره فاتفاجئوا بامين شرطه بقول لهم انا مش طالع وما حدش حاجه عندي والكلام ده كله. فاتصلوا بيا فبكلمه بيقول لي هات لي اي حد وانا مش طالع والكلام ده كله. فطبعا مش هتكلم معاه اكتر من كده. اتصلت باسم ثالث وخدت العربيه ورحت لغايه اسم ثالث. قابلنا مع مأمور الاسم ياسر بيه، قابلنا مقابله كويسه وبعت معانا امين شرطه. جه شاف الواقعه بنفسه قدام منه، شاف الاسلوب اللي بيتكلم بيه. انتوا بتاخدوا فلوسنا واحنا مرتباتكم من عندنا واكلكم وشربكم من عندنا والكلام ده قدام امين الشرطه. فبيتكلم باسلوب يعني ومفيش خدع. انت شغلت وبعدين مش من حقه انه يكون متواجد في المكان ده. تمام. الراجل ده تبع اي جهه تانية، انت تبع المركز، ايه جايبك عندي؟ تمام. وبيتعامل باسلوب لا يليق تماما فعلا بالشرطه، مش اسلوب امين الشرطه. بقول له لو انا جيت لك هتعملها بالقانون؟ قال لي بقول لك ايه اللي انت عايز تعمله اعمله. قلت له خلاص استعمل القانون معاه. وخدنا اجراءاتنا مع مأمور الاسم. حلها ازاي مأمور الاسم؟ مأمور الاسم حلها مشكور، قال انا هدفع الفلوس من معايا ومعاك اوضاع تانية احنا هنتصرف فيها. يعني دفع هو التذكره من جيبه؟ وعملتوا محضر؟ لا 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 لا. احتراما برضه لمأمور الاسم، كانت مقابلته حلوه وجميله زي الفل. شكرا.